جناح قد روح شم يشوف المحتوى ما يعيب من يشوف المحتوى ما يعيب يوم كل اللي قديمه ندم يوم كل اللي قديمه ندم الفخر بالدار ما له وصف الفخر بالدار ما له وصف مرحبا ترحيب كسبناك الجديد. الله يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه يا اخوان. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. اخوان الركن يخصصون لنا، انت عارف مدارس نواب ما شاء الله الخيمه كلها ما شاء الله. يعطيكم العافيه. لكن هذا عمرك خريطه الدوائر التعليميه. نعم. مخصص هذا اللون الاخضر، هذا مكتب التربيه التعليميه يغطيه المكتب. نعم، من افقره الى الرشاويه اللي باللون الاخضر هذا، الى حديده الكبشان، الى المصروم، الى الحسنه، الى البطيء. هذا القطاع اللي يغطيه. نعم. شايف هذا التعليم الجديد حقائق وارقام. نواة التعليم كان على يد مطوع حماسه الله يرحمه، كان تعليم من اول شيء على يد عبد الله بن صيدان، ثم راح عليه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ مفتي الديار السعوديه سابقا ودرس عليه، ثم كان في الهمجه يعلمهم القراءه والكتابه. دولة الجديد في عام 79 شايف تلقى، وبعدين كان يعني يكتب مبايعات وموثق وصاياهم في ذاك الوقت. بدا التعليم الحكومي عندنا سلمك الله عام 1983 اول مدرسه ابتدائيه في الجديه، عدد الطلاب لا يتجاوز 12. ثم عام 90 تتعود متوسطه، عام 401 تم افتتاح اول ثانويه، عام 25 تم افتتاح مركز الاشراف التربوي اللي هو مكتب التربيه والتعليم في الجديه حاليا، يشرف على 49 مدرسه. ما شاء الله. نعم. هذا سلمك الله المناهج القديم، هذا مبادئ عام 85 عام الملك فيصل. فيصل. نعم. هذا سلمك الله تنفيذ الفقه. عام كم هذا؟ هذا عام 86 تقريبا. هذا بعدين التاريخ الجغرافيا. هذه المناهج اللي موجوده الان. هذا طال عمرك جريده الرياض اول ما صدرت بالكادر حق المعلمين. الكادر المعلمين كانوا اول من اول المعلمين، كل من تخرج مدرس على مرتبه خامسه. ثم صدر ايام الملك خالد هذا في كادر خاص. هذه جريده مجله اليمامه. ايام كانت الدريات اللي فيها كريم مسمى كان ابراهيم العتيبي، كان هي ايام كان نقيب. هنا شايف عندنا هنا سلمك الله مطبوعات قديمه على وقت الشيخ الحماسي.